ما تخافوش يا جماعه، محدش هيمشي لما يقول. احنا طبعا النهارده ليله محسن دي لا، كل ما فيش حد حتى غاده النهارده مش هنسيبها يعني، ما تقلقوش يعني. خطيبتي؟ اوعى لا بقول لك طبعا اذا كان احمد محسن شوقي فاض عن علاقه الابوه، فهو محسن ما كانش اب لاحمد بس، انا عارف ان هو كان اب حتى اولاد اخوه الشباب الجميل ده، وكان دايما هو كان رايه دايما يقول لك ان الشباب ده هو المستقبل، وهو دايما الحاجه الكويسه، ودايما الناس بيقول لك هم افضل منا، اذكى منا وافضل منا وعندهم ظروف احسن منا. فاحنا عايزين النهارده نشوف المشاعر اللي هيقولها محمد علي شوقي للراحل محسن شوقي. اتفضل بقى قول له اي كلمتين. تعالى ده انت ابوك بتاع كلام. تعالى تعالى يا محمد. طب اقول لك عمر تعال شجعه انت. تعال محمد يا عمر. تعال محمد يا عمر شجعه انت. يلا خلينا محمد عمر شوقي الاول، بس مش هسيبك برضه يا محمد، مش هسيبك. انا كمان بتكلم عن محسن يعني في حقه يعني في الوصف، بس يعني ممكن اذكر بعض من صفاته او سماته المميزه يعني العالقه في ذهني يعني عم محسن كان له صوت مميز ورنان. يعني كان على الفيسبوك كده وانا بقلب مثلا يعترضني فيديو لعم محسن كده، استاذ عاطف مثلا نشره او حاجه على جروب الاعمار، بيشدني جدا مخارج الالفاظ المميزه. انا دايما بعلق على حته مخارج الالفاظ دي، وبحب الاشعار، بس الاشعار يعني اللي باللغه العربيه، يعني انا دايما ماليش في الاشعار العاميه والكلام ده. فكان بيشدني جدا اهتمامه باللغه، ان هو ما يجي يتكلم او يجي يلقي حاجه يعني تلاقيه ما شاء الله مخارج الالفاظ رائعه، وتلاقيه بيتكلم بصوت رنان ونبره صوته مميزه، وفعلا كان له سمت كده جذاب يجذب الشخص اللي قدامه طريقه كلامه. يعني زائد الثقافه نفسها، يعني الثقافه نفسها بالاسلوب الرائع بتاعه كان جذاب جدا. يعني عم محسن كان ابن نكته، كان يعني زي ما بيقولوا كده يعني كان يقعد في اي قعده يضحك يهزر، يعني زائد الثقافه الجميله بتاعته. كان راجل مرح جدا جميل جدا، وكان يعني والله قعدته ممتعه جدا والله. يعني كان راجل صافي، ولا اشهد له يعني اي فعلا خصومه ولا اي خلاف خالص مع اي حد. يعني فعلا كان شخص رقيق والله، كان يعني ده من الحاجات اللي بتميزه جدا، انه شخص رقيق جدا وحنين جدا. ودي فعلا يعني في القعده الجميله دي كله كان بيذكر فيه الصفه دي، الحنيه والرقه عنده فعلا يعني على كله. ويمكن انا اخر يوم له او يوم وفاته انا كنت موجود، كان يعني تقريبا بيطبطب على كل اللي حواليه، كل اللي حواليه يعني ده يطبطب عليه شويه. والدي كان يقول له، ابويا والدي كان بياكله، كان يقول له كل لك لقمه يا عمر. كان احمد كان يشيله يطبطب عليه، مش عارف مين كان يشيله، شوقي اولاد عمي يعني. فكان بيطبطب على كل اللي حواليه يعني رغم تعبه الشديد. يعني كان اخر يوم ويوم وفاته ده كان تعبان جدا يعني. كان يطبطب على كل اللي حواليه، ويعني كانه كان بيودعهم يعني الله يرحمه. كان شخص مثقف جدا جميل جدا ومبهر لكل اللي حواليه. يعني كله بيذكر يعني طريقته واسلوبه وتمكنه في اللغه، ويعني تاثيره في كل اللي حواليه كبير وصغير. ده يدل ان هو راجل يعني مميز وراجل موسوعي فعلا يعني. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. وبشكر جدا الجامع الرشيد الجميل ده والكتاب الجميل والحاجات الجميله. بشكركم جدا على مجهوداتكم يعني. هي محمد يا علي. لا هسيبك، مش هنسيبك، مش هنسيبك.